تارجت النهارده ان انا ما ادخلش البيت غير وانا راضي على نفسي. النهارده انا هنزل دلوقتي الساعه 8:30. صليت الحمد لله. محتاج ادي احسن اداء في الامتحان، محتاج اقرا الورد بتاعي، محتاج اقول الاذكار، اصلي الظهر في جماعه، محتاج محدش يعطلني باي شكل من الاشكال، محتاج ارفع الفيديو بتاع تاني يوم. ازيك يا غالي؟ واحد تمر باللبن عسل من السكر كبير بلح باللبن كبير يا خالد. اتفضل يا حبيبي. خلاص طيب الله يكرمك. خلاص والله. عسل من غير سكر يا خالد. سواء احنا مش المفروض ناخد اجازه قبل الامتحان؟ الكليه بنت فالقصد أيها الإخوة أن الرجل الصادق هو الذي لا يتندم على أيامه ولياليه. فنحن نعمل في شعبان كي لا نندم. عارفين الندم؟ وضد الندم الانتصار على النفس. ده له لذة لا تعبر عنها عبارة ولا تجسر لوصفها إشارة، إنك تنتصر على نفسك. شوف ابن الجوزي رحمه الله بيقول في صيد الخاطر إيه؟ يقول: في قوة قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة، ألا ترى إلى كل مغلوب بالهوى كيف يكون ذليلا. لما تيجي الأخ كده: أنت عملت إيه في رجب؟ أكيد بقى كنت بتصوم يوم يوم. لا كل يوم؟ لا اثنين وخميس؟ لا طب اثنين بس؟ لا طب نص يوم؟ ما هو في مذهب اهل العلم بيقول لك ممكن اي حاجه ساعه من النهار ما صام شيئا. نلاقي واحد قاعد معانا يقول: الحمد لله انا عديت رجب يوم ويوم. انا بقى لما بقعد ما صمتش اعمل ايه؟ اتذل. لسه راجع حالا. الحمد لله حليت كويس في الامتحان. رجعت حاولت انقذ ما يمكن انقاذه واصحابي ساعدوني. يعني حاولت استغل وقت المواصلات واستغل الوقت في الجامعة شوية، وده ما يمنعش ان انا لعبت شوية وكلت وهزرت، بس الحمد لله رحت صليت الظهر في المسجد الحمد لله. طيب الساعة دلوقتي 6:10 لسه ما صليتش العصر. أول حاجة أعملها إن شاء الله أصلي العصر وأقرأ الأذكار وأنزل أجري شوية. طيب قرأت نص الورد تقريبا، هنزل دلوقتي أجري. أنا بشجعش كورة يعني، بس كنت بحب ريال مدريد زمان. لحقنا دلوقتي قبل المغرب، فاضل تقريبا حوالي ساعة إلا تلت على المغرب. هحاول أجري شوية إن شاء الله. بقالي كتير ما جريتش، عارف إن أنا هتعب أو هفيص بسرعة. جيت لقيت الراجل اللي ورا ده، معرفش شايفينه ولا لا، هو بعيد، بس لقيت حد بيجري. يعني هنجري شوية، السبحة معانا عشان نسبح كده ونستغفر، الله المستعان. فاحنا يعني وضعنا وضع مشوه. وانا اعجب جدا، يعني احد الاخوه كنت اتكلم معه مره، شاب يعني في العشرينيات او في اوائل العشرينيات كده، فكنت اتكلم معه على الاهتمام بالرياضه البدنيه وكذا، استنكر جدا فقال لي: هو السلف كانوا يعرفوا حاجه اسمها جري ورياضه؟ يعني عيب ده كلام، برضو مش عيب نقول كده على السلف. السلف كانوا يمارسون الرياضه، برضو ده وقار ومروءه دي. فقلت له: السلف حياتهم اصلا كلها رياضه، والناس اللي بتركب الخيل هي التي تخبرك عن مدى الجهد الجبار الجهيد الذي يحتاجه الانسان لكي يتحكم في الفرس. يحتاج جهدا عضليا شديدا جدا. ليه التصور اللي احنا واضعينه دايما ده؟ ليه دايما احنا بننحاز الى الدنيه بحجة أن القوة فقط هي القوة الإيمانية؟ لازم في أسباب دنيوية، وإلا كيف هزموا الروم والفرس؟ السلف دول كانوا أبطالا، يعني أبطال حاجة عظيمة. علي بن أبي طالب، سلمة بن الأكوع، خالد بن الوليد. يعني الصورة اللي عندكم دي التي تنحاز دائما إلى الدنية، إن إحنا دائما أضعف، إن إحنا دائما هزيلين، إن إحنا ناس درويش بالتعبير الآخر. لا، مش بالصورة دي. لم يكن السلف هكذا، وإلا لما يعني دولة الإسلام قيمت برضه على أسباب. صحيح الملائكة كانت بتنزل تؤيد المسلمين في المعارك، صحيح القوة الحقيقية هي قوة الإيمان، القوة الأساسية والمهمة واليقين، ولكن ما بنغفلش ولا نهمل القوة البدنية، لأن هذا رضا بالدون.
نوع من الهزال النفسي والضعف والانحياز دايما للخور والانهزامية. فلا يعني السلف ما كانش انتصارهم جاي بطريقة عشوائية، في أسباب أخذوا بها، ومن هذه الأسباب إيه؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى في حق طالوت إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. موسى نفسه كان في غاية القوة، موسى عليه السلام. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان في أكمل الأحوال من حيث الكمال البدني، كشأنه في كل أنواع الكمال الإنساني. وتعلمون ما روي من الحديث حين صارعه ركانة، كان ركانة ده مصارع قوي جدا لا يغلب، صارعه النبي صلى الله عليه وسلم فغلبه فأسلم، وأدرك أن هذا لا يكون إلا من نبي. وفي حديث هند 4 كيلو حوالي 23 دقيقة، مش أحسن حاجة يعني، كان الواحد بيجيب أكتر من كده بكتير، بس الحمد لله اللهم لك الحمد. احنا لسه بنستعيد صحتنا. الواحد كمان عايز يعود نفسه على نظام احسن في اكله وشربه واللايف ستايل بتاع حياته والاماكن اللي بيقعد فيها. يعني انا النهارده الصبح قعدت مع اصحابي على القهوه اللي قصاد الجامعه، احنا الحمد لله مفيش حد فينا مدخن، بس القعده نفسها مش كويسه، في ناس بتدخن، في ناس بتشرب شيشه، في ناس بتشرب الحاجات دي. فالفكره هل انت مش هتتسائل مثلا، مع ان انا ما شربتش حاجه، بس هل مش هتسائل على المكان اللي انا قاعد فيه، الناس اللي محوطاني من كل اتجاه وكده؟ لا طبعا هتسائل. علي بالدين ده والجمعه بس من بالله مليان ملي انا الكلب ده هتعرف تنزل؟ هتعرف؟ ان شاء الله. ماشي. طيب نلعب شويه ضغط بطن بعد ما تنط. اصورك وانت بتنط. لا لا عادي، انا لسه ناطط برضه. مش وحش يعني، 4 كيلو مش وحش. عملت كام كيلو النهارده؟ 15 لفه. كويس. شويه سويدي بقى. بسم الله. الجري بالنسبة لي أكتر حاجة ممكن تطلع فيها طاقتك، وأكتر حاجة ممكن تديك طاقة. على قد ما هي بتستنزف طاقتك، خلينا ما نسميهوش استنزاف، خلينا نسميه استغلال لطاقتك في شيء مفيد. مفيد لصحتك، للتنفس بتاعك، لذهنك، لتفكيرك، لصحتك النفسية. هتجري طيب ولا نطيت من على السور وخلاص؟ مش هتجري ليه؟ تلعبوا كرة؟ خلصان. سنة كام؟ ثاني سنه. علمي ولا أدبي؟ هو بيدرس سوداني. السوداني تدرسه؟ ما فيش لسه لحد ما يخش الثانوي الثانوي، حاجه ما تخلص من الثانوي وحتى تشوف اللي انت عايز تخش. ايوه علمي ولا ادبي؟ مش ثانوي. ايوه عندنا زي الازهر كده، الازهر عندنا علم رياضه وعلوم مع بعض، والادب لوحده. توفيق يا شباب ان شاء الله. شكرا. فطلع طاقتك حاجه مفيده، انزل اجري، روح الجيم، اتعلم فنون قتاليه. على فكره ده واجبك كمسلم، انت كمسلم مطالب ان انت تكون قوي، مطالب ان انت تكون قدوه. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. أنا أول مرة أكتشف إن الساعة دي قادرة تعد الستروكس أو عدد الحركات اللي أنت بتعملها، سواء ضغط، بطن، الحاجات دي. خلينا نجربها كده في الضغط. بس فاضل شوية على المغرب، أروح أطبع الحاجات اللي أنا محتاجها ونصلي المغرب ونروح ناكل. طيب الحمد لله صليت المغرب يا جماعه، كملت الورد بتاعي. هروح دلوقتي اطبع الورق اللي انا محتاجه، هرجع اتعشى واحتمال كبير كده اذاكر ساعتين ان شاء الله. مشكله التوقيت الصيفي ده ان انت بتصلي العشاء الساعه بتبقى 10، يعني المفروض تنام.
يعني مفيش وقت تعمل اي حاجه خالص. معرفش ايه اصلا لازم التوقيت الصيفي والحوارات دي، اللي هو اي حاجه نتوه فيها وخلاص. بصلي العشاء وبقى مش عارف اعمل ايه وامتى. قال عيسى ابن مريم يا بني. كمل روح يا ابراهيم، كمل ولا روح يا عم. مكسوف؟ مكسوفها بيضة؟ يا اخي كمل يا اخي. يا عم روح بقى يلا. عيسى ابن مريم يا بني. يا عم عايز عندنا بامية النهاردة. أنا بحب البامية بصراحة، بحب البسلة والحاجات دي، بس أنا أكلت بصراحة لأن كنت جعان جدا، فأكلت بره، جبت سندوتش كبدة بس نضيف يعني. بس مش هزعل أمي برضه، يعني لازم أكل بامية، لازم. حاسس إن أنا خلاص كبرت وبقى عندي دقن. طبعت الورق دي الكيس دوكيومنتيشن، المفروض إن أنا بحطها في اللوك بوك ده، بلزق الصور هنا before and after. طيب النهاردة الحمد لله صلينا الفجر، ما قرأتش الأذكار، اتمشيت، صورت، ذاكرت، لسه ما قرأتش صفحة التفسير، قرأت الورد واتمرنت، نزلت جريت كمان الحمد لله، ما ادخرتش. شوية عصير برتقال مش ساقع. طيب عايزين نظبط حوار الاكل من بره ده، ناكل في البيت. نقدر نقول ان احنا يعني الحمد لله عملنا معروف. واخيرا قرص الزنك الجميل بتاعنا كده الحمد لله. خلصت كل حاجة ريليتد للجامعة، نقرأ بس صفحتين التفسير عشان كان في صفحة امبارح متأخرة عليا. حاول ان انا في اخر اليوم اهدي الاضاءة خالص بحيث ان انا اعرف انام. النهاردة وانا بجري فجأت ان انا استغفرت حوالي 2500 استغفار. احنا بنبقى مستثقلين حتة ذكر ربنا، ومستثقلين حتة ان احنا نخصص له وقت وبتاع، مع ان احنا اصلا ممكن يكون من وقتنا في ضايع كتير. بس على الاقل ممكن وانت بتعمل حاجة تستغفر ربنا، ممكن وانت في الجيم، ممكن وانت بتجري، ممكن وانت في المواصلات، ممكن وانت منتظر اي حاجة، ممكن قبل ما تنام، ممكن وانت بتكوي هدومك. كده خلصنا غالبا كل حاجة. عندي امتحان بكرة المفروض ان انا اكون محضر له، بس انا مش شايف قدامي، مش عارف هنام ولا لا. بس هدي لنفسي نص ساعة بس، لو ما نمتش هقوم اذاكر، لو نمت يبقى كويس اوي. حاول اصحى الفجر ان شاء الله. الفجر فاضل عليه تقريبا 5 ساعات و50 دقيقة. بحب ايام الاجازة مش عشان هي اجازة وانا بحب الانتخة، بس عشان بحب اصحى بدري وانام بدري. ده ما بعرفش اعمله خالص ايام الدراسة، من الضغط، الامتحانات، السهر، السفر، تاخدش كفايتك من النوم. مشربتش مياه كفاية النهاردة. تصبحوا على خير. من أعظم الخذلان أن يأمر الإنسان غيره بالبر وينسى نفسه.